وفق القناة. صافرات الإنذار مرة أخرى. نعم، نستطيع سماع صافرات الإنذار مرة أخرى الإنذار تدوي الآن في تل أبيب، في منطقة تل أبيب الكبرى. وكانت المقاومة أطلقت رشقة صاروخية تقدر ب 150 صاروخا باتجاه منطقة تل أبيب الكبرى. صفارات الإنذار إذن تدوي الآن في تل أبيب، مع ارتفاع أعداد القتلى الإسرائيليين إلى 150 و1000 مصاب وفق القناة 12 الإسرائيلية. كتائب القسام أطلقت هذا العدد من الصواريخ كما تقول ردا على قصف إسرائيل لأبراج سكنية في قطاع غزة. صفارات الإنذار طبعا موجهة إلى الإسرائيليين للاحتماء ولدخول الملاجئ. أحمد، كيف يبدو الوضع الآن؟ هل أطلقت القبة الحديدية صواريخ ربما في اتجاه الصواريخ القادمة من قطاع غزة؟ يبدو أن أحمد لا يسمعنا حاليا، لكن نسمع. نعم. بالتأكيد صفارات الإنذار كريمة الآن بعد أن انتهت الصافرات. نعم ريما، صف لنا الوضع بعد انتهاء الصافرات ننتظر. تمام. الآن سمعنا صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب. الآن ننتظر، سنستمع إلى أصوات انفجارات. هذه الأصوات هي إما بسبب سقوط الصواريخ أو بسبب تصدي القبة الحديدية لهذه الصواريخ. لذلك بعد انتهاء صافرات الإنذار وخلال دقيقة أو كل منطقة حسب بعدها عن قطاع غزة يسمع وتسمع الأصوات، أصوات الانفجارات بقوة. الآن استمعنا إلى بعض هذه الأصوات، وعلى ما يبدو أنها بسبب محاولة القبة الحديدية التصدي لمثل هذه الصواريخ. إذن قرابة 150 صاروخا أطلقتها كتائب القسام وفقا لبيانها باتجاه منطقة تل أبيب، وبالفعل دوت صافرات الإنذار في مناطق عديدة في تل أبيب وتل أبيب الكبرى. وهذه المناطق أو صافرات الإنذار دوت في أكثر